أبدأ اللقاء بقراءة من القيثارة أستاذة جيهان الريدي لقصة البيت. تفضلي أستاذة جيهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البيت فتحي نصر. للمرة الخامسة أو ربما السادسة يعيد ترتيب المقاعد في غرفة الجلوس على شكل نصف دائرة. هذه المرة تقابلها طاولة مربعة فوقها مزهرية مرصعة بأصداف البحر. في الركن الشمالي وأسفل النافذة المطل الحديقة وضع خزانة صغيرة بالكتب وبداخلها جهاز الهاتف، ووضع سيفه خلف ستارة النافذة. ابتعد قليلا ليعاين هندسة المكان. حمل عدة طنافس ووزعها في المساحة الفارغة لتكون مع المقاعد دائرة شبه كاملة. قال لنفسه: لو أن جمانة معي الآن لرتبت الأثاث في وقت أقصر. لقد جذبته هذه الفتاة التي تنطق السين ثاء منذ أن جاورتهم أسرتها. شيء ما جذبه نحوها، وحتى هداياها مميزة. لقد أهدته ذات يوم عدة فراشات محنطة، ولكن أجملها فراشة الليل ذات اللونين البرتقالي والأسود. وأهدته مرة أخرى كائنات بحرية كنجم البحر وبعض الودع وتوتياء الرمال ليضعها في حوض سمك الزينة. اتجه نحو المطبخ وغير مكان الثلاجة لتكون قرب الباب، وتأكد من أن باب الثلاجة وباب المطبخ يفتحان في ذات الاتجاه. أما موقد الغاز فوضعه جوار النافذة كي لا تتسرب رائحة الطعام إلى داخل البيت. وفي المنتصف وضع طاولة الأكل ذات المفرش المقلم وكرسيين متقابلين. كانا يذاكران معا ويلهوان معا، ولكنه انقطع عن زيارتها حين قال له والدها ذات يوم: اسمع، ابنتي لا وقت لديها لله، هيا اغرب عن وجهي. كانت غرفة النوم صغيرة، فقرر الاستغناء عن بعض قطع الأثاث. احتفظ بالسرير المزدوج وخزانة الملابس. أخرج جهاز التلفزيون الذي قال والده مرة إنه لا يجلب إلا الصداع، ولقد تحقق من صدق كلام والده، فأغلب القنوات تردد أخبار الإضرابات والاحتجاجات والمجاعات والصدامات والانقلابات والاغتيالات. حمل جهاز التلفزيون ورماه في صندوق مكعب ووضعه في مرآب السيارات خلف المنزل. لديه شاحنة صغيرة، وتملك جمانة سيارة رياضية حمراء اللون. ود لو يبنيا بيتهما كما يشاءان، وأن تكون لهما حياة مشتركة بعيدة عن أنوف ووساوس الآخرين. ولذا ابتكر ذات يوم لغة خاصة بهما تعتمد الأرقام بدلا من الحروف. وزع خارج البيت عدة شجيرات استوائية وأحاطها بسياج خشبي قصير. لقد افتقدها الأسبوع الماضي نتيجة إصابتها بالزكام، فاحمر أنفها وذبلت عيناها، ولم يجرؤ على عيادتها خوفا من والدها الذي لم يره مبتسما قط. رن جرس البيت وتناهى إليه صوت أمه قائلة: فارس يا فارس، لقد حضرت جمانة لتلعب معك.
قفز من مكانه منشرحا، لكنه تعثر بالبيت الذي بناه منذ قليل. تبعثرت القطع الصغيرة واختلطت. ابتسم وقال: سنعيد معا ترتيب البيت، وربما على نحو أفضل مما كان عليه. كانت هذه قصة البيت للأديب الليبي فتحي نصيب. ونبدأ في قراءة نقدية مع أساتذتنا من الأدباء والنقاد. الله تفضلي. الله الله على الجمال. طيب أستاذة جيهان، لغاية ما أستاذ ياسر يعرف يتواصل معنا، نسمع رأيك أستاذة جيهان. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا سعيدة بكل هذه الرؤى النقدية الراقية الجميلة التي أبحرت في النص، وأتفق معها تماما، لكنني أجد نفسي مع كل قراءة جديدة لهذا النص المتعدد الرؤى والمتعدد الزوايا. الصوت بيقطع؟ اتفضلي اتفضلي شوية. أنا كنت سامعاكي كويس. ما أنا عشان كده قلت خليني للآخر، ما فيش مشكلة. لا هو كويس كده. يعني هو رؤيتي تتلخص في أن الكاتب أبدع في إيهامنا بهذا الجو الرومانسي الرقيق لمن يريد أن يعمم البيت على الوطن ككل، فتؤدي إلى أنا معلش معذرة، هو في صوت عمال يطلع لي، هل الصوت مش واضح؟ ده الكودينج التسجيل. طب بيتوقف؟ لا اتفضلي اتفضلي، هو شغال. كل شويه بلغنا ان هو بيسجل يعني، عشان طيب انا بيقطع من عندي، معلش انا اسف. طيب مش المهم ان انتوا سامعين يعني، يعني اطمئن يكون الصوت واصل. لذلك اجد انه يعني هو ابدع في هذا التمويه. يعني الاستاذ فتحي نصيب كما قلت في بدايه اللقاء لم اتوقعه هكذا. انا اعرفه يرمي دائما الى ابعاد عميقه جدا والى مغزى ربما يحار فيه القارئ، لكن هنا في هذه القصه هو أبدع بشكل مختلف في التمويه، بأنه أعطى مستويات متعددة للإفهام ول يعني الترميز. من يريد أن يجعلها ترمز إلى كذا فمعه، ومن يريد أن يجعلها على بساطتها الجميلة. كما أردت أنا كلما حاولت أن أقدم أو أدخل لها من رؤية نقدية عميقة مرتبطة بالسياسة أو الوطن العربي، أو تعيدني الحالة الجميلة التي أدخل فيها الأستاذ فتحي نصيب بطريقته الرائعة الرقيقة البديعة في التعبير عن هذا الشخص الذي ظنناه في البداية يبني بالفعل ويرتب بيته ويتمنى أن تكون يعني رفيقته إلى جواره، ثم يفاجئنا بهذه المفارقة المدهشة التي أراها البطل الأكبر في هذه القصة، بأنه ما زال طفلا صغيرا، وأن هذا البيت هو لعبة التي يرتبها ثم تبعثر، ثم يتمنى أن يتشارك في ترتيبه مرة أخرى أو ترتيب اللعبة مرة أخرى. هذه المفارقة الرائعة هي التي أدهشتني، وهي التي أصر عليها في أن أتمسك بها وأتمسك بالحالة التي وضعني فيها من الرومانسية الرقيقة ذات مشاعر الطفولة البريئة من البداية إلى النهاية. أتمسك بها ولا أحاول أن أغوص أكثر في أعماق النص لألتقط منه كما التقط كل المتحدثين رؤاهم النقدية التي أتفق معها تماما، ولا أرى فيها تعارضا مع النص، بل على العكس أراه مؤديا لكل هذه الرؤى. لكن كما قلت من البداية أنا متمسكة بطبيعتي الشخصية بالرؤية الجميلة الرقيقة لهذا النص الذي أرى فيه أيضا كلمة
أستطيع أن أقول إن الأديب فتحي نصيب ربما يقول من خلالها: ليتنا جميعا نستطيع أن نحيا براءة الطفولة الجميلة، وأن نحيا فيها إعادة الأحلام وإعادة تدوير الأحلام. يعني في الكبر عندما يضيع الحلم من الصعب جدا أن تحاول أن تعيده وأن ترتبه مرة أخرى، لكن في الطفولة هكذا اللعب تتبعثر ونعيد الأمر سهل، نعيد ترتيبها مرة أخرى. فكأنه يتمنى أن تكون هذه الطريقة في الحياة، طريقة البساط من الصغر، أن تستمر معنا عندما نكون كبارا. أيضا فكرة تحكم الكبار هو أيضا يطرحها في هذا الرجل الذي يرفض أن تلعب الابنة مع هذا الطفل، لكن في النهاية أيضا يقول لنا هذه الكلمة: إن الإنسان يستطيع أن يتخطى حتى هذه الصعاب، صعاب الكبار وتحكم الكبار، حيث إننا نجد في النهاية إن هذه الطفلة هي من أتت إليه، فكأنهما معا حطم هذا الجدار من تحكم الكبار. كلها مسائل بسيطة تفصيلية، لكنها تؤدي في النهاية إلى إمكانية تحقيق الحلم البريء الجميل الذي لا يضر أحدا، بل على العكس سيسعد من يريد أن يتمسك بهذا الحلم، وهي أمنية من الأديب فتحي نصيب أن نتمكن جميعا من تحقيق أحلامنا ومن إعادة ترتيب نفوسنا قبل بيوتنا. يعني البيت ربما هو أيضا هنا يرمز إلى النفس البشرية التي ترفض الكذب، والتي ترفض التحكم، والتي ترفض كل القبح في العالم، وتعيد تشكيل وترتيب نفسها، لأنه الطفل في النهاية حافظ على سعادته. يعني هو نلاحظ أنه أحيانا الطفل لما لعب تتكسر يبكي أو يرفض، لكن جعل هذا الطفل ليس يعني حانقا على تبعثر اللعبة، بل على العكس جعل عنده الأمل في أنه لما يركبوا معاها هيكون أجمل. نعم، أسعد وأجمل. وهذا هو ما تمسكت به من البداية إلى النهاية في هذه القصة الجميلة الرقيقة التي تتدرج في أبعادها وتتدرج في رمزياتها، وتبقى في النهاية الصفة الرومانسية الرقيقة تغلب على الأستاذ فتحي هذه القصة. شكرا جزيلا لإبداعه الذي أمتعنا بالفعل، أمتعنا، حقق لنا المتعة إلى جانب الفائدة التي سيكونها كل شخص حسب ما يتراءى له. شكرا جزيلا لكم جميعا. كل الشكر لحضرتك ورؤيتك الرقيقة المناسبة لك. من جمال القصة أو جمال السرد عموما أن يأخذ أكثر من تأويل وأكثر من رؤية وأكثر من زاوية. فهناك من رأى أن هذا البيت صحيح. هو المجتمع والوطن، الوطن من رآه وطنا، ومن رآه مجتمعا أو بيت للزوجية، وهناك من يدمره وهناك من يرتبه ويصحح أخطائه، وهناك من رآه هو مجرد العالم الطفولي. وهذا ما ارتأيته أنا كذلك، واطمأننت له وارتحت لرؤيتي. ومش عارفة يعني حبيت ان انا ابعد عن العمق. يعني هي فعلا القصة مع بساطتها، سواء بقى هي ليها ابعاد عميقة ملهاش ابعاد عميقة، انا لم ارها الا قصة جميلة لطفل بيلعب وبينتظر صديقته او فتاته او محبوبته بأي طريقة. فهي بالنسبة لي برضو هي كده أجمل من أي عمق. العمق ده لوحده يعني بصراحة رائع. ومعنا الآن رؤية الدكتور الأستاذ ياسر عبد الرحمن. اتفضل يا أستاذ ياسر. أيوة، السلام عليكم. أيوة اتفضل. السلام عليكم. الصوت واضح كده؟ جميل جدا. الصوت واضح، هكمل؟ اتفضل. طبعا كل التحية للأستاذ فتحي نصيب
وانا كنت قريت له اكتر من حاجه قبل كده، كان بعت لي نصوص، وكنت حضرت حاجه هو قرا فيها قبل كده. هو كاتب جميل. شوف، انا احب الكاتب المجدد اللي يشوف هيقابل القارئ المره الجايه بقصه شكلها ايه. وهو فعلا مساله الدخول للقارئ من زاويه غير متوقعه اخذنا في مكان غير الحقيقي، يعني بدأ بينا في مكان ودخل للنص من زاويه احنا ما توقعناهاش كقراء. بدأت القصه بفكره التردد والارتباك في ترتيب البيت، وبدا لنا الامر ان ده رجل زوجته غايبه عنه، فهو بيجهز لها مفاجاه زي ما قيل كده من بعض الاصدقاء. يعني هو النص فعلا يعني حصل مشكله صغيره. ايه هي المشكله اللي حصلت؟ ايوه، هو استخدم مشاعر طفل واحاسيس طفل. هو اختار كده. طبعا انا ما اقدرش اقول ما قدمه لينا الان هو ادب طفل، لان ادب الطفل ليه قواعد مختلفه شويه عن كده. نعم. لكن هو استخدم شيء من اسلوب ادب الطفل. هو استخدم عالم الطفل وليس بتاع النص بتاعه. وهو وهو اختار ان الراوي يكون استخدم عالم الطفل وليس فمن اختياره ده ادب الطفل. ادب الطفل، انا ما اقولش ان هو استخدم ادب الطفل، هو عالم الطفل يعني. ولكن تمام؟ ادب الطفل. نعم. بس هنا الراوي طفل ولا كبير؟ طفل. تمام. فهنا وقع هو في مأزق فني. ايه هو بقى؟ اللغه بتاعته عامه بسيطه، ولكن لو قارناها باسلوب بلغه طفل هنلاقي ان في جمل كتيره قوي لم تكن تليق بالطفل. زي مثلا لما يتكلم عن بعض الناس، يعني لما يقول الضربات والاحتجاجات والقلبات والاغتيالات، دي مش لغه الطفل ابدا، يعني لا تتناسب مع الراوي اللي هو استخدمه. تمام. نعم. لما يقول مثلا ابتعد قليلا لوعين هندسه المكان، مش الطفل ببراءته، الطفل ده بينكش، ما يتابعش هندسه مكان. الكلمه دي اعلى من مستوى طفل. ده مثلا يعني ممكن نتوقف لحظه. هو هنا بيتكلم باسلوب الراوي العليم وليس باسلوب الطفل. هو الراوي العليم الذي يتكلم وليس الطفل. معايا؟ اتفضل. طيب، فانا قلت ان هو لما اختار الراوي بتاع القصه طفل، فوقع في مأزق انه جاب بعض جمل مش مناسبه ليه يا استاذ. لا، هو راوي عليه يا استاذ كانت مناسبه، زي كلمه اللعب والفراشات والكراسي المتقابله والشاحنه والسياره. يعني انا قلت ان هو اختياره حطه في مأزق صغير. طيب، في حاجه ثانيه هنتكلم عنها. ايه هو الزمن جوه النص؟ الزمن جوه النص عباره عن لحظه متصله ممتده، لحظه معاصره جدا، لكن برضو من الجماليات. انتوا سامعيني؟ سامعين. بعد اذنكم تمام. من الاشياء الجميله مثلا في لحظه من اللحظات تتخيل يتحدث عن الاب في المشهد الاول. الاب القاسي كده اللي دايما اي ابن هو ابنه او صحاب ابنه يخافوا منه. انما في الحقيقه القصه فعلا نهايتها مدهشه. اللغه البسيطه اللي استخدمت فيها خابتها. يعني انا متصور انه كان يستخدم لغه رمزيه فيها او لغه فيها تعقيد شويه، كان هيأثر على اذا كان هو استخدامه لبعض المفردات اكثر من سن الطفل عمل، ما بالك لو استخدم رمزيه هيعمل احنا في قلب النص. فاللغه البسيطه من اسباب نجاح هذا النص اللي هو استخدمها بالفعل يعني، وهو عارف يوظف فعلا مشاعر الطفل واسلوبه في بناء النص بخلاف الهنات اللي قلتها. لكن هو فعلا انا قدام طفل من اول لحظه لاخرها، طفل مخادع. يعني هو المشهد المخادع بتاع استخدام الطفل ده، لا هو مخادع شويه وحسسنا انه كبير. وهو على فكره الطفل وهو صغير في العابه هو بيتشبه بالكبار وبيحلم انه كبير، فهو جاب المشهد بحذافيره ان هو بيحلم. يعني تلاقي الطفل الصغير بيحلم انه بيسوق عربيه كده وعامل عنه، وبيحلم انه مش عارف زي ابوه رايح الشغل وبيحلم. فهو ولا يتعامل على انه طفل، هو بيتعامل على انه كبير، شخص زيه زي ايوه، ما هو كده. فهو الحركه دي اللي خدعتنا. الحركه دي اللي هو استخدمها في خداعنا احنا، ان احنا نتخيل مع المشهد ان لا ده في زوجه جايه وهي زعلته وقعد عند ابوها ولا بتاع، مخنا راح في حته ثانيه وهو لعيب.
لعيب بمعنى ايه؟ هو خلينا نتضير كده سنه ودخل جون في ناحيه ثانيه خالص، يعني هو راوغ الفريق الاخر او القارئ، راوغه بمهاره فعلا يعني. وهو القصه جميله. حتى على فكره انا شايف ان كلمه البيت دي ذكيه، عنوان بسيط قوي، كان يقبل التعدد الدلالي. وعنوان لعب حلو قوي اثناء النص معانا، يعني لعب اثناء النص فكره البيت دي تديك برضو دلاله، لا ناس كبار وده بيت وده اسره وزوجه وبتاع، ممكن كان عنده عيال واحنا مش واخدين بالنا، لكن هو في الواقع استخدمها بالمعنى البسيط بتاع، عارفه في حاجه اسمها المجاز المرسل في البلاد القديمه، ان يقول لك بص يتقال حاجه مقصود بها المعنى كذا لكن قصده المعنى البعيد والقريب، فهو استخدم المعنى القريب خدعنا يعني. فهمنا حضرتك ازاي في بساطته ان هو بيت لعبه بيلعب بيه الولد. فانا بحييه، انت كاتب جميل، ليك لمسه ابداعيه حلوه. هو الكاتب كده لازم يكون، المبدع كده لازم يحير القارئ، وحيرنا معاه واسعدنا بهذه يعني ما احبش النص اللي هو النص اللي يقرا مره واثنين ويبقى شايل دلالات بالظبط كده اهو. كده انت فنان بتقدم لي وبتتعامل معايا برضو بالشيء اللي انا بحبه او مطلوب مني انا، ان انا عاوز برضو حاجه كده اتفاعل معاها ذهنيا وتحرك ذهني ووجداني وهكذا. بحييك، كل التحيه لحضرتك طبعا الاستاذه ميرفت البربري، وعلى فكره ببعت تحيه برضو للاستاذه جيهان الريدي، وانا سعيد جدا بالكلمه اللي قالتها، جميله جدا يعني. اشكرك يا استاذ ياسر. بعض ما عندك. شكرا جزيلا. كل الشكر استاذ ياسر. شكرا. هذه الرؤيه الجميله، ولكن انا كنت بكلمك وانت مش سامعني. لما قلت ان هو خد الكلام على لسان طفل، لا هو ما خدش الكلام على لسان طفل، هو الراوي العليم. فالطفل هو حد بيحكي عنه وليس طفل اللي بيتكلم. لذلك فممكن هذا الراوي العليم شخص كبير فيصف بقى انه بص من زاويه، يحط لنا كلمه تنافس ديت اللي ممكن تدوخ حد ما مش عارف معناها، وهي استجداد، وهي فقط ما اعيبه على القصه. كلمه تنافس هي ليست مستساغه او مستخدمه حتى لغويا، هي كلمه من الكلمات العربيه الفصيحه التي لا تستخدم، لها عصورها. نعم. لا تستخدم الان، فلذلك فهي هذه فقط ما اعيبها على القصه، على جمالها، وهي لم تقلل من الجمال، ولكن وجودها يعني عمل كده انه يعني مش في مكانها مع هذه السهوله ومع هذه السلاسه. نعم استاذ ميرفت، استناني بقى انت يعني مش تتكلم دلوقتي. محيي بس حاجه على كلمه. اتفضلي يا استاذه جيهان. انه هو بس اختلاف رؤى بتختلف كمان بسبب اختلاف الدول. يعني احنا قد تكون كلمه تنافس مصر عندنا ليست بكثره، لكن ربما في الدول العربيه الاخرى تستخدم استخداما طبيعيا مع الكلمات العاديه. المهم انها كلمه صحيحه. فكره استخدامها بشكل اعلى من القصه ربما يعود هذا الى استخدامها مثلا في ليبيا بشكل اكثر في اللغه عندنا. ما هو احنا دايما اقول تمام الاعداد العربي. تمام واستاذ فتحي انا لم اشكك في صحه اللغه. انا بتكلم عن انت بتتكلم بلغه لا انا لم اشكك في صحتها او في فصاحتها. انا قلت اللغه بعد اذن ما انا بقول يا استاذه جيهان هي كلمه فصيحه انا عارفه، ولكنها غير مناسبه لعالم الطفوله. اولا يا حبيبتي غير مناسبه لعالم الطفوله. انا عارفه معايا، عارفه ان انت ما بتشككيش في فكره اللغه، انا فاهمه، لكن انا بقول ان ربما احنا مستغربينها في اللغه العاديه ولا يمكن كمان قريبه مننا. ده يعود حتى لو كان فين. عندكم الاطفال بيقولوا تنافس يا استاذ فتحي؟ في مثلا ليبيا او السعوديه. تمام مع حضرتك استاذ فتحي. استاذ فتحي نصيب في بعض
الصوت بيقطع يا استاذه جيهان، انا مش سامعاك. بس وصلت فكرتك ان الكلمه ممكن تكون في البلاد العربيه مستخدمه. فانا بسال استاذ فتحي نصيب، هل كلمه تنافس تستخدمونها والاطفال يستخدمونها كذلك بسلاسه؟ نعم. استاذ فتحي سمعتني؟ نعم. طب اتفضل بعد اذنك. لا، هي جمله واحده، لان في اساتذه رجب ينتظر ايضا. القصه، وهذا رد على حضرتك وعلى استاذ ياسر، القصه ليست مكتوبه او مرويه بضمير المتكلم، يعني ليس بمعنى الطفل هو الذي يتكلم. انا قلت ده يا استاذ فتحي، انا قلت ده. لحظه. نعم. هي بضمير الراوي، يعني الراوي العليم. وربما هذا الضمير الغائب او السارد يستخدم بعض الكلمات التي هي من واقع الحياه واكبر من مستوى الطفل ممكن، لكن عندما يتكلم الطفل بينه وبين نفسه سنجد ان هو يعني كلامه يتوافق مع عمره العقلي والزمني. ولذلك كلمه تنافس هذه ليست من الطفل، هذا من السارد او الضمير الغائب يعني، وليس نعم. المتكلم. نعم. القصه ليست بضمير كلام الراوي، كلام الراوي وليس كلام الشخصيه. نعم. كلام الراوي انا وليس قلت كلام هذا، الشخصيه. انا قلت هذا. يعني مثلا ابرز مثال في الروايه العالميه روايه الصخب والعنف لفوكنر، في شخصيه بنجي اللي هو الشخصيه المجنون يعني فاقد عقله، لكن السارد يتكلم بعقلانيه، وعندما يتكلم بنجي يتكلم كمجنون فقط. شكرا. نعم. هذا ما اوضحته لما استاذ ياسر قال ان عمر الطفوله وكده، قلت ان الراوي المتحدث راوي عليم وليس راوي الطفل المشارك. لكن انا بسال حضرتك، هل كلمه تنافس في الليبيه في اللهجه الليبيه مستخدمه، يعني واخدين عليها، يعني متعودين عليها كده؟ هو ده سؤالي يا استاذتنا الكريمه. يعني للكاتب ان يستخدم بعد اذن الاستاذ فتحي طبعا. انا بسال سؤال للكاتب ان يستخدم ما شاء من انا ما قلتش ما يستخدمش، ما دام وظف التوظيف المناسب. هذا هو ما يستخدمش. انا بسال سؤال، عايز اعرف فقط، عايز اعرف بتستخدموها يا استاذ فتحي؟ ربما ظاهرة حضرتك لا تتقبل الكلمة، بقية الظواهر تتقبلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم أنا عايزة أعرف المعلومة، عايزة أعرفها. إيه البخل ده يا أستاذ فتحي؟ مش عايز تقول لي ليه؟ عفوا. لا مش عملية بخل. أنا عايزة أعرف هل هي مستخدمة؟ سأجيب. الملاحظة هذه ذكرها أستاذ فتحي محمد علي في البداية. أنا أحيانا أسعى في القصة أن أستخدم بعض الكلمات العربية المهجورة، هي صحيحة ومهجورة، نعم، بديلا عن بعض الكلمات المستحدثة. تمام فقط. تمام. يعني كان ممكن نقول وسائد ملونة أو يعني نستغرق الوصف، فاستخدمت هذه الكلمة وهي يعني من الراوي وليست من هي من الراوي، والراوي ليه حق يقول اي حاجه. تمام. وعلى فكره هي الكلمه فصيحه، وفي ليبيا مستخدمه في اللهجه العاميه عندنا في ليبيا. بس هو ده اللي انا عايز اعرفه. نقول الطنفصه يعني تغيير بس في الصوت. احنا بنقول بقى عندنا مطريين تكايات. ايوه بالظبط، هي كده. احنا بنقول مطريين تكايات. مثلا صحيح. يعني احنا كمصريين هذا هو ما تمام والله تماما، انه فكره استخدام الكلمه استاذه وفاء، يعني خلي الاستاذه وفاء تبدا، وبعد ان شاء الله الدكتور اقول كلمتي. خلاص تمام. لا حضرتك اولا استاذتنا الكريم. المايك. خلاص. انا بشكر الدعوه الكريمه وبشكر الساده الحضور.
وهقول رؤيتي اللي هي ونعتذر لك عن التأخير في لا ابدا لا ابدا. اتفضل. رؤيه نقديه للقصه القصيره باختصار برضه يا استاذه وفاء بعد اذنك. تمام. احمد بسيط. حاضر. عندما يطالعنا العنوان البيت لابد أن نقف عنده مليا، حيث كلمة البيت تعني الأساس والأصل لكل ما يتطرق إليه أو يندرج تحته البيت. هو البيت هو الوطن للإنسان يحتمي به وفيه، وتشكل لبناته الأساس المتين من حيث البناء. استهل الكاتب قصته بأنه للمرة الخامسة أو السادسة يعيد ترتيب حجرة الجلوس على شكل نصف دائرة، وهذا يدل على أن من يجلسون تختلف طبائعهم، لأنها الغرفة الأكثر استخداما والتي تدار فيها المناقشات، ولا بد للحوار أن يكون مواجهة لمن يتحدث إليه ليدل على التقارب والوضوح. وحين تكتمل الدائرة يدل على كمال من يجلسون في المساواة والإخاء، وليس هناك طاولة كبيرة أحدهم يجلس في أولها والباقين بعيدين عنه. الجارة أو الصديقة التي أحبها جمانة تعني الجوهرة النفيسة، رمزية على حسن اختيار الشريك الذي سيكون معه شركته، ويتفق طرفاها على ما اجتمع من خصال بينهما، تماما كما يحدث في العلاقات بين البلدان، التقارب والتواصل والقاسم المشترك بينهما الذي يذلل أي عقبة قد تقف وهي يجب أن تكون نفيسة. هو وصفها من خلال هداياها الفراشات وغيرها يدل على استواء نفسي لشخصية محبة للطبيعة والجمال ورحابة في فضاء واسع للحب، وحبه لأسماك الزينة أي محب للجمال مثلها، وكأنهما اجتمع على توافق فكري من حيث الميول. الحديث عن التلفاز ورأيه كما وصفه هو رمزية لما يسمعه الإنسان بصفة عامة، لأن ما يأتي على مسامع الإنسان من أخبار قد تحتمل الصدق أو الكذب، وهذا مدعاة للكدر والاكتئاب. وأيضا حوار ما يحدث عبر القنوات من سباق محموم تجريه كل قناة لكي يكون لديها السبق والفوز في إشعال السوشيال ميديا والسباق في الساحة والسباق وما يحدث في الساحة من مواقع التواصل الاجتماعي. لا شك أن الكاتب أراد بقصته البيت هو الوطن الذي يريده وبصورته المثلى كما صورها خياله، ولو أضاف لمسات ستكون من شريكته وليست دخيلة عليهما، وهذا بالضبط ما أشار إليه التدخل في شؤون الغير كما يحدث بين البلدان، والتدخل السافر تحت أي مظلة يتخذها الدكتاتور الذي يمارس هيمنته من منظور المصالح. والسياج الخشبي وضعه لحماية المنزل من أي دخيل كما جاء وذكره، حيث ابتكر لغة الأرقام لتكون وسيلة التفاهم بينهما، وذلك للمدلول الواسع على أن هناك خصوصيات لا يدركها إلا أصحابها ولا يحق أن يعرفها الغرباء، كأنها شفرة لعدم إفشاء الأسرار. أراد الكاتب من منظوره الخاص أن يبني وطنا بصورة مثالية يحتمي داخله دون أن يقتحمه أي دخيل أو متلصص لهذه الخصوصية لأي شعب أو دولة. أشار أيضا إلى أن هفوة أو عبث بسيط قد يحيل هذا الوطن المقصود به البيت إلى دمار شامل. في النهاية تحياتي للكاتب ولكل السادة الحضور. شكرا. كل الشكر، ويعني رؤية في منتهى الجمال يا أستاذة وفاء، يعني أمتعتينا. نعود للأستاذ إبراهيم مرة أخرى ليسمعنا رؤيته هو بعد أن قرأ لنا رؤية أستاذة راضية. سمعنا بقى يا أستاذ إبراهيم. والله قصة البيت تحديدا يمكن أنا ربنا يمكن ربنا كرمني يعني وقرأت المجموعة كاملة، مجموعة الحلم الذي ينقل للكاتب الكبير أستاذي الأستاذ فتحي نصيب، وكتبت يعني مجرد رأي يعني عن قصة البيت تحديدا. أنا هقرأه سريعا عشان الوقت. حينما ينغمس الواقع في الحنين وتغلفه أحلام الطفولة البريئة يصير المستحيل متاحا، فالحلم أول درجات الوصول. هل تكتسب الأحلام مشروعيتها من تمسكنا بها أم من سعينا الدؤوب وراء تحقيقها؟ البيت، القصة الأولى في مجموعة الحلم الذي ينأى للكاتب فتحي نصيب. كان الشجن مختفيا في هذه القصة، وإن حاول الأمل أن يبدو بطلها الأول.
للمرة الخامسة أو ربما السادسة، التي يعيد فيها ترتيب المقاعد في غرفة الجلوس. هكذا بدأ الكاتب قصته، وهكذا يبدو البطل في سعيه الدؤوب لترتيب البيت وتزيينه في أبهى صورة. ابتعد قليلا ليعاين هندسة المكان، حمل عدة تنافس ووزعها في المساحة الفارغة إلى آخره. يبدو أن البطل في سعيه يحاول أن يجعل من هذا البيت الأرضي شبيها بالجنة. الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تعينه على الراحة، الثلاجة قرب الباب وباب المطبخ يسهل فتحه، الاستغناء عن التلفاز لإراحة عقله من الأخبار والكذب والصداع، الاحتفاظ بالكرسي الهزاز ولكن خارج غرفة النوم كي تكون الراحة موزعة على كل غرف البيت بالتساوي، التغذي على الذكريات مع جمانة وكيف كان يلعبان معا، وكيف كانت تمنحه هداياها القيمة الطفولية البريئة، فتياء الرمل، الأصداف، الفراشات المحنطة، أسماك الزينة. ثم يقول في نفسه: لو كانت جمانة معي لرتب البيت في وقت أقصر. ثم يعيد الترتيب موزعا هداياها بين أثاثه كي يوزع البهجة أيضا هنا وهناك. ثم نفيق على نهاية فارقة، تناديه أمه: فارس، لقد حضرت جمانة لتلعب معك. فيقفز متعثرا بالبيت ليبعثره، ثم يقول لنفسه: سنعيد معا ترتيب البيت وربما على نحو أفضل. هذا ملخص سريع لعمل إبداعي مميز توفرت فيه عناصر القصة كلها. العنوان: البيت. بالرغم من أنه يبدو عنوانا عاديا، إلا أننا نكتشف في النهاية أنه ما كان كاشفا لمراد النص، وإنما كان محددا لمكان وهمي وحلم بعيد كبعد السراب في فلاة، مدعما للعنوان العام للمجموعة: الحلم الذي ينأى. الخبر: لم يكن البيت الذي أوهمنا به الكاتب وجعلنا نحيا فيه بيتا حقيقيا، وإنما كان مصنوعا من أحجار اللعب لطفل يلهو. الحكاية: حب عذري لطفل وطفلة لم يتعرفا على متع الحياة بعد إلا من خلال اللعب، ولذا كان الأمل دافعا ومحركا لكل ما يفعلان. السرد: استخدم الكاتب كاميرا خاصة في تصوير الأبعاد الثلاثة، واحتفظ بالبعد الرابع للنهاية التنويرية، فقد صور البيت الدقيق وكأنه يصفه من عدسة مجهر، الأثاث والديكور والغرف والتنافس والأسرة إلى آخره. ثم ينتقل بنا إلى بعده الرابع، مبعثرا كل هذه الأشياء عائدا بكاميرا الحلم إلى كاميرا الواقع، ناسفا كل الخيالات إلى طفل يلهو بأحجار المكعبات الملونة، ولكن بداخله من الأفكار والأحلام ما يجعل القارئ يشفق عليه من تصدع تلك الأحلام بعدما تصطدم بالواقع، فيجد نفسه لا إراديا يقول: عيني عليك يا ولدي. ثم يسرح بخياله هو الآخر ليكون نهايات أخرى غير التي كتبت. اعتمد السرد على الجمل القصيرة المكثفة كعادة السرد القصير. اختار الكاتب ساردا عليما، ولكنه تعمد أن يخبرنا في الجملة الأولى أنه ليس عليما كما ينبغي، وذلك حينما قال: في المرة السادسة وربما الخامسة وربما السادسة، وكأنما يتعمد إرباك القارئ مبررا ترك الفراغات بعد النهاية التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا بالأمنيات في تعديل الأوضاع التي قد تؤدي يوما إلى اقتراب هذا الحلم الذي ينأى. الحوار جاء قليلا مناسبا لجو النص، محافظا على لغة الشخصية في جملة واحدة فقط: فارس، لقد حضرت جمانة لتلعب معك. الأسماء: بالرغم من أنني لا أحب تسمية الأشخاص في القص القصير، إلا أنني هنا وجدت الأسماء تحمل دلالات هامة. فارس، ذلك المحارب للتقاليد القديمة، المصارع من أجل حبه الطاهر. جمانة، تلك الفتاة المتلألئة كالفضة الواثقة من نفسها وقدرتها على قهر الصعاب. المعنى: قصة إنسانية اجتماعية تناقش قضية الحب الأول الذي يكون طاهرا بلا منغصات، وأكبر مشاكله أن يمنع الطفل من اللعب مع طفلته، وما يوازيه في المجتمع الكبير من مشكلات أكبر تسحق أحلام الكبار قبل الصغار. الأثر الكلي: لا شك أن قصة البيت من القصص التي تترك أثرا عميقا في النفس بعد القراءة، وخاصة بعدما يهبط المتلقي درج الحياة الوردية والبيت المرتب لصاحبه الحالم، ويتبين كم الفراغ
الذي كان يجر إليه في النهاية ما وراء النص. لا أعلم على سبيل التحديد الدقيق هل كل من ينتهي من قراءة قصة البيت يشعر بما شعرت به أم لا، فقد رأيت أن الكاتب يحاول صبغها بالأمل والتفاؤل بجملة الخاتمة: سنعيد ترتيب البيت معا وربما على نحو أفضل. ولكن الحقيقة أن البيت الذي تبعثر وراءه هم ثقيل يتمثل في رفض أبيها ومن ثم رفض المجتمع الكبير لهذا الحب الطفولي الحالم. فأرى أن الفاجعة الحقة لم تكتب وإنما تركت عن عمد، لأنها هي الواقع الذي يرفضه الحالمون. فما زال الخلاف قائما بين الأجيال حول ماهية الحب والحرية والخير والجمال. ينتصر هذا بقوته وينتصر هذا بإصراره وثورته، وفي النهاية لا يدفع الثمن سوى البيوت المرتبة المنمقة فتعصف بها أقدام الخلافات ويفكك لبناتها التطرف البغيض لآرائنا وأفكارنا. ماذا لو حاول كل منا أن يرى الآخر بعين أخرى غير تلك التي رآها بها من قبل. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم. شكرا.